بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عندنا كيكة الجلي، كيكة سهلة وسريعة يحبوها الكبار والصغار. مكوناتها سهلة وكلها موجودة في المطبخ، بأقل المكونات بتعمليها بطريقة ظريفة وحلوة. مكونات: بيضة، كوباية دقيق، كوباية إلا ربع زيت، كوباية إلا ربع حليب، 3 ملاعق زيت، وملعقة ليمون أو عصرة ليمون. نضيف البيضة والسكر، نضربهم مع بعض، نضيف لهم الفانيليا عشان زفارة البيض. الفانيليا إذا كانت سائلة أو كانت بودرة تقضي الغرض. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. شاركوا الفيديو مع الأصدقاء والمعارف. شكرا على المشتركين الجدد، شاركونا بالاشتراك في القناة. نضرب لحد ما نصل للمرحلة دي، نضيف لها زيت، 3 ملاعق بتاع زيت، زي طعام عادي. نضيف الحليب كاسة إلا ربع، الحليب يكون دافي أو بحرارة الغرفة. الدقيق منخول، بننخله أكتر من مرة. ذرة الملح لكي تعادل لنا الطعم. دي ملعقة ليمون أو ملعقة خل حسب المتاح عندك. ننخل الدقيق للمرة الثالثة مع النشا والباكنج بودر. المكونات بسجل لك في أول تعليق، تجديها مكتوبة. باكنج بودر مسحة، ملعقة كبيرة مسحة أو ممسوحة، ملعقة كبيرة ومسوحة، يعني ما بنعملها ملعقة مليانة خالص عشان كمية الكيك كمية بسيطة. نضرب بالسلك العادي أو المضرب العادي. إذا كانت العجينة تقيلة بنديها معلقة أو معلقتين حليب، إذا كانت خفيفة بنديها ملعقة أو نص ملعقة من الطحين. ندي نص ملعقة بتاعة عصير مانجا لتعزيز الطعم. إذا جاهزة بندخلها الفرن. دي مكونات الكريمة. الطبقة الثانية بتاعت الكريمة اللي هي 3 كوباية بتاعت موية، 3 ملاعق من النشا، 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، 3 ملاعق من السكر. نضربهم كلهم مع بعض في ماء بارد، بعدك بنرفعهم على النار. إذا عندك حليب نستغنى من الموية، نعملها بالحليب. بعد ما استوت نضيف ليها معلقة أو معلقتين من الزبدة. هنا بنزق الكيكة بحليب، وأنا ضايفة له ملعقة بتاعت كريمة عشان تكون الكيكة هشة. دي الكريمة اللي أنا ضفتها فيها. بعد ذاك بنضيف كريمة النشا وهي سخنة على الكيكة، والكيكة باردة.
نخليها تبرد مسافة. بعد ذاك نعمل الطبقة الثالثة بتاعت الجلي. نجهز طبقة الجلي، كاسة موية مغلية وكاسة إلا ربع ماء بارد. بعد ما بردت الطبقة الثانية نصب عليها طبقة الجلي، نخليها 3 أو 4 ساعات في الثلاجة. بعد ذاك نبدأ نقطعها أو نقدمها بالطريقة دي. كانت طريقة سهلة وسريعة. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.